الدكتور الفايد خرج على العلماء بسياط قوي يجلد فيهم كأنهم هم الذين نشروا الفساد والمنكر والخبث في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء قدموا للأمة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خلفاء وورثة الأنبياء، والله تبارك وتعالى خلق الناس من أجل هذا الغرض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة لا تقوم إلا بالعلم الشرعي، وهؤلاء حملة ونقلة العلم الشرعي للناس. لما هذا الغضب؟ ولما هذا الشدة؟ ولما هذا العنف؟ ولما هذا الكلام؟ سبحان الله. يقول الإمام مالك رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يدافع عن الحق ويغضب ويسب ويشتم فإنه معلول النية، لأن الحق لا يحتاج لهذا. سبحان الله. ألم يبق لنا إلا العلماء حملة الخير للأمة؟ هذا محال. ولذا فإن علم الكون وعلم الذرات وعلم الحياة هذا جميل، لكن الأول العلم الشرعي. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى خلقنا من أجله ولأجله. العلم الشرعي، خاصة أهل الحديث. ألا تعلم يا رجل بأن أهل الحديث، لأن أنت تطعن فأئمة الحديث عياذا بالله وتنقص منهم، نسأل الله العافية، علماء الحديث يقول فيهم الشافعي رحمه الله: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. ثم أنت تتكلم في أولياء الله، وأولياء الله تبارك وتعالى قال الله فيهم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذه الحرب التي اشتعلت عليك هذا دليل قاطع ودامغ بأنك مخطئ، لعلك تتوب أو ترجع. هذا شوف، الناس كلهم ظننت أنك إذا تكلمت في العلماء هذا ابن كثير وهذا ابن جرير وهذا فلان وهذا فلان وهذا الألباني وهذا لا يسوي شيء وهذا شيعة، فأين ستصل؟ ستصل الأئمة غدا تقول مثلا الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي، هذا علماء الشريعة شيء واحد. لا تجزئ يا عبد الله، اتق الله، اتق الله، ولا تغتر بما عندك من بعض المعلومات على المواد الغذائية، على التغذية وعلى نحن الحمد لله لا نقول فيك شيئا، ولكن الذي يهمنا هذه الأخلاق السيئة التي ظهرت عليك، وهذه الإداية للأخيار الذين زكاهم الله وزكاهم رسول الله، والأمة كلها متعلقة بهم. وهذا يخرج من هذا الحديث الذي أقوله: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذه الحروب التي قامت ضدك وأنت لا قبل لك بها، من تسكت؟ هؤلاء رجال علماء الأمة بنوا الأمة وهيئوا الأمة، فكل من تنطع وأراد أن يمس الدين أو أن يمس علماء الدين، علماء الأمة، علماء الشريعة، إلا وكان له الوابل من الضربات ومن الردود ومن الأمور التي تجعله أن يجلس في مكانه ولا يتحرك، وأن يكتم كلامه، وأن يسد فاه ولا يلفظ بشيء من القبائح أو التنقيص أو غير ذلك لهؤلاء العلماء الربانيين. نسأل الله أن يرحم علماءنا. ثم هؤلاء الأولياء قال فيهم الشافعي رحمه الله: إن لم يكن العلماء أولياء لله فليس لله ولي. اسمع، إن لم يكن العلماء أولياء لله فليس لله ولي. سبحان الله. هؤلاء أولياء الله، عليك أن تحترمهم وأن ترحم عليهم وأن تقول خيرا، هذا هو العلم. ولهذا القضية ديال العلم الشرعي، من غاب عنه غاب عنه الخير، ومن تركه ترك الخير، وإن علم ما علم من علوم الدنيا. لما؟ لأن أنت السيد يعلم من علوم الدنيا والتغذية وكذا كثير، لكنه في قضية الشريعة والدين وأهل العلم هنا انزلق انزلاقا خطيرا لا يفعله حتى الأم العادي. سبحان الله. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أي من لم يرد به الله خيرا لا يفقهه في الدين. وهذا هو المشكل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يرحمنا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن